الموضوع ديال لا برودكسيون اكريت هو واحد الموضوع اللي كبير بزاف وكيشكل واحد المشكل كبير بالنسبه للتلاميذ ديال الاولى بكالوريا. هذه واحد الحاجه اللي حنا متفقين عليها. يعني ديجا التلاميذ كيكونوا تالفين، كيكونوا مخلوعين من هذيك لا برودكسيون اكريت، ما عارفينش. يعني ما كنقولش كاع التلاميذ، مي اغلبيه التلاميذ كيكونوا عندهم بزاف ديال الاشكالات بخصوص لا برودكسيون اكريت، وكيزيدوا يصعبوا عليهم القضيه بالمعلومات المغلوطه. الوغ في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم اللاصق كيف ما كنقولوا، ولا نعطيكم المختصر المفيد. ما غادي نعطيكم شنو هما الحاجات اللي كيخصني نديرهم اولا خصني نكون عارفهم باش نكتب اون بون برودكسيون اكريت ونخرج من الموضوع، اولا يعني ماشي نخرج من الموضوع ديال السوجي، لا يعني نخرج من الامتحان الجهوي وانا ضامن اكثر يعني اكبر نقطه ممكنه في لا برودكسيون اكريت. يعني نخرج وانا مرتاح من ليكزامان ريجيونال بخصوص ماده اللغه الفرنسيه، ما يكونش عندي داك الاشكال ديال التخوف ديال واش لو سوجي، واش داكشي اللي كتبت هو هذاك واش ماشي هو هذاك. غنحاول نعطيكم المختصر المفيد وشنو هما الحاجات اولا 4 ديال الحاجات اللي كيخصكم تحترموهم ولا كنتو عارفينهم. كونوا اكيد سيغ سيغتان انكم غادي تجيبوا اون بون نوت في لا برودكسيون اكريت ان شاء الله. الوغ هاد 4 ديال الامور اللي كيخصك ضروري تكون عارفهم باش تكتب اون بون برودكسيون اكريت، ماشي غير خصك فقط تعرفهم، مي كيخصك تعرفهم اي اوسي تحترمهم. يعني الا عرفتيهم ما احترمتيهمش راه بحال ما عرفتيهمش. الوغ اول حاجه كيخصك تعرفها باش تكتب اون بون برودكسيون اكريت اوسي خصك تحترمها هي المواضيع. منين غادي نعرف انا هاد المواضيع اولا منين غادي نجيبهم اولا باش غادي نعرفهم؟ راه ديجا كنقول لكم انه المواضيع هما لي تيم اللي عندكم في الروايات. نتوما عندكم 3 رومون في الاولى بكالوريا، فيهم كل رومون فيها بعض المواضيع اولا مجموعه من المواضيع اللي كتطرحهم اولا اللي كتعالجهم اولا اللي كتكلم عليهم. اشنو كيخصك دير؟ كيخصك تكون عارف هذوك المواضيع اولا هذوك لي تيم وتحاول تخدم عليهم. هادشي كنقول لك دابا ماشي خصك ديرو دابا، خاصك ديجا تكون درتيه اولا ديجا بادئ اولا درتيه صافي وساليتي منه. مي في هاد الوقيته ماشي مشكل انك تزيد تخدم عليهم اكثر واكثر. كيف قلت لكم هاد المواضيع كيخصك ديجا تكون دربتي عليهم وخدمتي عليهم دي برودكسيون اكريت في الدار. هذاك التدريب ديالك ولا هذيك الخدمه ديالك على هذوك المواضيع راه كتعاونك بزاف ديال الحوايج. كتعاونك اولا تمرن على لا برودكسيون اكريت، ثانيا تجيب دي زارغومون، ماشي حتى نهار الامتحان عاد تبدا تقلب انت في دماغك على فراسك فيه 100 مطرقه ومطرقه عاد انت بغيتي تقلب على الارغومون. لا، التمرين ديالك في الدار على هذوك المواضيع كيساعدك في بزاف ديال الحوايج. هذا الموضوع الا جيت نهضر فيه غادي نبقى نهضر فيه شي سوايع، ما غاديش نسالي. انا كنعطيكم فقط الحاجات اللي كيخصك فقط تحترمهم. 4 ديال الحوايج. اولا كيف قلت لك المواضيع خاصك ضروري تكون عارف لي تيم برينسيپو في كل روايه وتكون ديجا خدمتي عليهم باش ان شاء الله في الامتحان الجهوي راه كونوا اكيدين انه واحد من دوك المواضيع كيتطرح لكم على حساب الروايه اللي غادي تكون عندكم. تحطات لك انتيغون، راه في الموضوع ديال لو سوجي غيكون عندك واحد من لي تيم ديال انتيغون. تحطات لك لا بوطا ميرفي غيكون عندك في لو سوجي واحد من لي تيم ديال لا بوطا ميرفي. تحطات لك لو ديرني جور دان كونداني في لو سوجي ديال لا برودكسيون اكريت غيكون عندك واحد من لي تيم ديال لو ديرني جور دان كونداني. هذه بالنسبه لاول حاجه سدينا. دوزو دابا لثاني حاجه كيخصك ضروري تكون عارفها وتحترمها باش تكتب اون بون برودكسيون اكريت. ثاني حاجه المنهجيه اولا لا ستركتور اللي غادي تبازا عليها في لا برودكسيون اكريت ديالك نهار الامتحان الجهوي. انايا بغيت نصاوب ان تكست ارغومونطاتيف، بغيت نصاوب واحد لا برودكسيون اكريت، مي شنو هي لا ستركتور اللي انا غادي نتبعها باش نكتب اون بون برودكسيون اكريت؟ كيف ما كنعرفوا انه لا برودكسيون اكريت كتكتب على 3 ديال المراحل. كتكون عندنا انتروداكسيون، ديفلوبمون اي كونكلوزيون. هذه يعني قاعده عامه اولا جينيرال. مي في لو تكست ارغومونطاتيف يعني النص الحجاجي كاينين بعض الحاجات اللي كيخصنا نحترموهم ونتبعوهم باش نكتبوا اون بون برودكسيون اكريت، يعني تكون برودكسيون اكريت عندنا صحيحه وسليمه. الوغ عندنا بزاف ديال لي بلان اللي نقدروا نخدموا بهم في لو تكست ارغومونطاتيف، مي معظمهم اولا احسنهم كيبقى لينا لو بلان سامبل، لو بلان ديالكتيك اي لو بلان اناليتيك. كاينين اوسي لو بلان كونسيسيف، لو بلان كومباراتيف اي دوطخ بلان، مي ما كاينلاش تحمقوا راسكم مع هاد لي بلان اللي غادي يخربقوكم وانتم في غنى عن التخربيق وكثره المعلومات. خذوا فقط هاد لي 3 بلان، حاولوا انكم تميتريزيوهم مزيان باش ان شاء الله نهار الامتحان الجهوي تكون ديجا عندكم فكره وعندكم اون بون ستركتور اللي تقدروا تختاروا من بيناتهم لو بلان اللي غادي يناسب اللي غيناسبكم واللي غيناسب اوسي الموضوع اللي غيتطرح لكم. ثالث حاجه كيخصك تعرفها وكيخصك تحترمها باش تكتب اون بون برودكسيون اكريت هما لي زارغومون. سي ان تكست ديجا ارغومونطاتيف، يعني نص
حجاجي باش نكتب ان تكست ارغومونطاتيف، اون برودكسيون اكريت دان تكست ارغومونطاتيف، كيخصني اول حاجه نفكر فيها هما لي زارغومون. غنصاوب واحد الموضوع كيخصني اكيد نناقشوا ببعض الحجج وبعض البراهين اللي غادي نعزز بهم لا ريداكسيون ديالي، سواء حجج معارضه او لا مؤيده او لا بزوج بهم، معارضه اي مؤيده. يعني كيخصك ضروري تكون عارف كيلكو زارغومون. انا عارفه معظمكم عنده الاشكال في هاد لي زارغومون، منين غادي نجيبوهم، كيفاش غادي نعرفوهم. لي زارغومون راه ماشي كيطيحوا علينا من السما، كيخصنا نقراو ونبحثوا باش نقدروا نعرفوا هادوك لي زارغومون ويكونوا لينا في دماغنا. وراه غير واحد الفكره، كنكون كنهضر ديجا مع صاحبي اولا مع صاحبتي في واحد الموضوع كيف ما بغى يكون، كنكون انا موافقه للفكره اللي كيقول اولا كنكون ما موافقاش. يعني يا اما تنوافقوا الراي اولا ما تنوافقوش. ملي تيقول لي علاش، راه لا كيسيون ديال علاش هي اللي كتطرح ليا لا ريبونس ديال لارغومون، هي اللي بها كنجيو حنا. راه كنضلوا كنارغومونطيو في حياتنا وفي نهارنا في يعني في ايامنا العاديه، غير ما كنحسوش. غير لو فات انك تعارض اولا توافق الراي لواحد الشخص وكتقول ليه علاش اولا كتعطيه انت السبب ديال الموافقه ولا ديال المعارضه ديالك، راه هذيك هي لاغومونطاسيون بلا ما تكبروها في دماغكم يعني وتكومبليكيو لا شوز. كيف قلت لكم لي زارغومون كيجيو من البحث ومن المداومه ومن لا ريشيرش ديالكم، ماشي كيجيو عليكم يطيحوا لكم. بس داكشي علاش تنقول لكم دائما خدموا في الدار باش تجمعوا بزاف ديال الفوكابولير وبزاف ديال لي زارغومون في دماغكم اللي غادي تحتاجوهم وتحطوهم ان شاء الله نهار الامتحان الجهوي. وكتبقى لينا اخر حاجه ورابع حاجه كيخصك ضروري تكون عارفها باش تكتب اون بون برودكسيون كريتي وسي تحترمها، واللي هي الروابط اولا لي ليان لوجيك، لي كونيكتور لوجيك اولا لي ليان لوجيك، اللي هما هذاك الملحه اللي كنديرو في الطعام. الا شتي بني كتبغي تاكل شي حاجه وكتجيك مسوسه وكتجيك باسله ما كتقدرش تاكلها، هي هذيك. الا كتبتي اون برودكسيون كريت سون كونيكتور بيان سون ليان لوجيك، هذوك لي ليان لوجيك هما دوك المسامر اللي كنشدو بهم الجمله مع الجمله او الكلمه مع الكلمه. ضروري تكون عندك دي كونيكتور لوجيك في دماغك اللي تقدر توظفهم. كاينين دي كونيكتور لوجيك بزاف اللي خاصين بالانتروداكسيون بالديفلوبمون بالكونكلوزيون بالاديسيون بزاف ديال الحوايج، يعني كاينين كثارين. الا كنتو تالفين وما عارفين شنو الحاجات اللي بالضبط خصكم توظفوهم، كتبوا لي تحت في لي كومونتير بغينا لي كونيكتور لوجيك، وانا غنعطيكم كي قلت لكم اللاصق ونعطيكم المفيد في واحد لا فيديو اللي تكون صغيره، واللي كي قلت لكم كاينين بزاف. غنعطيكم انا فقط الحاجات اللي غادي يفيدوكم، ما كاينلاش تعمروا راسكم بزاف ديال لي كونيكتور لوجيك. خذوا غير 4 في كل بارتي راهم كافيينكم. الوغ كيف قلت لكم اخر حاجه هي لي كونيكتور لوجيك، راهم كي قلت لكم مهمين بزاف بزاف. هما ديك الملحه اللي كنديرو في الطعام هي اللي كتبنن لينا لا برودكسيون كريت ديالنا. الا حطيتي اون برودكسيون كريت مزيانه فيها لي زارغومون، فيها احترمتي تصريف الافعال، احترمتي لو سوجي، ما خليتي ما درتيش دو كونيكتور لوجيك، راه حتى هي كتاثر لك على النقطه اللي غيعطيك الاستاذ في التصحيح ديالو. الوغ كانوا هادو هما 4 ديال الحاجات اللي كيخصكم ضروري تكونوا عارفينهم وتحترموهم باش تكتبوا اون بون برودكسيون كريت. اكيد كيبقاو حاجات اخرين اللي ما خصناش نساوهم اولا نتغاضاو عليهم، بحال لو فوكابولير، بحال لا كونجيغيزون، بحال لورتوغراف. حتى هما كيأثروا اكيد على لا برودكسيون كريت، وكيخصكم اكيد حتى هما تكونوا عارفينهم. غير هو كيقلت لك اهم اولا 4 ديال الحاجات الاولين اللي كيخصكم ضروري تكونوا عارفينهم باش تكتبوا موضوع مزيان، موضوع انشائي مزيان. هما هاد 4 ديال الحاجات، هما الموضوع او المواضيع اللي هما لي تيم، وهما المنهجيه اولا لي بلان، اوسي لي زارغومون اي لي كونيكتور لوجيك. كانوا هادو هما 4 ديال الحاجات اللي كيف ما قلت لكم شاركتهم معكم اليوم في هاد لا فيديو. جيسبر انها تعجبكم، جيسبر سورتو انها تفيدكم. انا عارفه انها فيديو مفيده بزاف. الا اعتبرتوها او لو وصلتكم الفكره واعتبرتوها حتى نتوما مفيده وبغيتو تنفعوا بها صحابكم، ما تنساوش وما تبخلوش عليهم، بارطاجيوها معهم لان اكيد غتفيدهم. كنتو في الفيسبوك ديروا ليهم طاق لتحت، ولا كنتو في يوتيوب كتشوفوني من يوتيوب ديروا ليها بارطاج مع صحابكم، وديروا اوسي ان لايك باش تطلع ويشوفوها بزاف ديال التلام اللي كيقلبوا على هذا الموضوع. ما تنساوش كذلك تابوناو في لاشين وتهلاو في راسكم. حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. بسلام عليكم.